احلى جمهور جمهور نادي الزمالك، نبض نادي الزمالك الحقيقي، والجمهور الجميل المثقف اللي فاهم يعني ايه رياضه، والجمهور الوفي بمعنى كلمه وفي. طبعا هنتكلم النهارده على اجمل خبر انا وجهه نظري واجمل حاجه، ان المجلس خلاص، شكرا لمجلس حسين لبيب، ودي حاجه تتحسب له مش عليه، انك انت خلاص رفع القيد عن نادي الزمالك وتأيد اللي انت عايزه بقى وتعمل صفقات اللي انت عايزه. منتظرين بس وصول خطاب الفيفا في 14 قضيه يا جماعه المجلس الحالي عملها، فدي حاجه تتحسب للمجلس. وطبعا جالي تعليق انا بعرضه اهو، بشكر طبعا النجم اللي انتقدني وبعت لي وانا رديت عليه، يمكن برضو رد هحطه على الشاشه. بيقول طبعا مرتضى منصور لا انا بتكلم بقى بغض النظر القضايا دي كلها بسبب مين؟ القضايا اللي على نادي الزمالك والمشاكل واللي كان بيحصل مع نادي الزمالك والصفقات والتلبيسه والكمين اللي لبسه مجلس حسين لبيب وفلوس ممدوح عباس. سيبك من فلوس ممدوح عباس، الناس كلها كانت عايزه تدفع، الناس كلها كانت عايزه تساعد، لكن هو كان كابس على قلبهم وعايز ياخد المشهد، وعايز انا البطل وانا الهيرو وانا اللي بتحارب من الدنيا كلها والدنيا كلها بتحاربني وانا اللي لا ما كانش كده. ادي نادي الزمالك اهوت وبالملايين، وجيت اتكلمت على فلوس امام عاشور، يطلع بس كده يقول لنا فلوس امام عاشور ال 3 مليون ونص دول راحوا فين؟ والقضايا كلها دي كانت في عهد مين؟ واللعيبه اللي موجود اللي كانت نجوم، كان عندك جيل يكسر الدنيا، جيل نهائي القرن، فاكرينه يا جماعه؟ فاكرين جيل نهائي القرن؟ كان عندك جيل يكسر الدنيا، راح فين الجيل ده؟ كله في عصر مرتضى منصور. مين اللي جاب لك اسلام جابر؟ مين اللي جاب لك اللعيبه دي كلها يا جماعه؟ مين اللي جاب لك رؤى؟ مين اللي جاب لك عمر جابر؟ مين اللي جاب لك ناصر منسي؟ مين اللي جاب لك ابراهيم انضاي؟ مين اللي جاب لك دول الصفقات ال 11 لعيبه ولا 12 لعيب اللي جم نادي الزمالك حتى بيهم مصطفى شلبي؟ مين لبسك في الناس دي كلها؟ هو مين مشى نص ملعب نادي الزمالك، مستقبل نادي الزمالك، سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه؟ هو. ويطلع علينا يقول لك اللي سرق العقد قال هو فرج مامي وبابي. ده انت راجل مستشار بتقول، يعني مستشار كبير، في ينفع الواحد يوقع ويخلص عقوده معاك ويخطف العقود؟ انت بتقول اي كلام ساذج، وللاسف الناس بتصدقك، لان في ناس بتطبل على قناه نادي الزمالك، في ناس منافقين بيطبلوا. فاحنا بنحب النادي اكثر من الرؤساء النادي، بما فيهم اي رئيس نادي، حتى بما فيهم حسين لبيب اللي احنا بنقول له شكرا على العمل ده، انجاز كبير يحسب له والمجلس حسين لبيب. ويكفي انك قناه نادي الزمالك لسه ما شفناش عليها حسين لبيب ما طلعش. احنا كانت قناه نادي الزمالك كل يوم مرتضى منصور يطلع على قناه نادي الزمالك، والمطبلاتيه خالد الغندور، طارق يحيى، طبعا تانيين بقى والصحفيين والناس اللي كانت بتطلع معانا على قناه نادي الزمالك ان تطلع تطبل وعمل وبيتحارب يا جدعان يا جدعان اتقوا الله. بس عايزين نعرف فلوس امام عاشور راحت فين، ونفسي حد من المجلس ده يا جماعه يطلع نشوف هل مرتضى منصور فعلا غرق النادي بالارقام. ونادي الزمالك لما مشي مرتضى منصور كانت مديوناته كام بالارقام، والمرتضى منصور يطلع يكذبنا اذا عنده حاجه يكذبنا فيها، لكن نطلع بوثائق عشان كل الناس تعرف الحقيقه. انت اتغرقت، انت مين جابك؟ كم قضيه في عهده؟ كم لعيب رحل؟ كم لعيب انت اتعاقدت معاهم وما لهمش اي لازمه؟ فده اللي عايزين نعرفه الفتره اللي جايه. فيعني دلوقتي طبعا نادي الزمالك خلاص ان شاء الله هنا هنحضر الدورتين ان شاء الله ابو ظبي، ونشوف ان شاء الله. كان نفسنا اللعيبه الجديده تكون موجوده، لكن الصفقات القويه موجوده. يعني انا مش هقول صفقات قد ما اشوفها، يعني في كلام عن ناصر منسي مش لا، انا اللي عايزه تكون في مواصفات معينه في اللعيبه اللي هتيجي تلعب عندنا في نادي الزمالك. اولا تكون لعيبه دوليين، لازم يكون عندك لعيب دولي بالمواصفات الدوليه، لعيب كبير، لعيب ما فيش زيه في مصر، لعيب تقيل. عايزين نجيب محترفين على اعلى مستوى، عايزين نجيب في لعيبه بتلعب في منتخب فلسطين يا جماعه، لعيبه جامده جدا وما بيعتبروش محترفين، بيعاملوا معامله المصري. يعني انت ممكن تجيب لك 3 لعيبه من فلسطين جامدين جدا. يعني انا بتكلم ان نادي الزمالك قدامه فرصه ذهبيه، والمجلس ده قدامه فرصه ذهبيه. انت بتصنع تاريخ، انت ايقاف القيد ده كان اهم عاتق واهم مشكله بتواجه المجلس الحالي. فعلا حلو جدا انك انت خلاص ترجع اللعيب، الحق بيع اللي عندك اللي انت مش هيلعبه عمر جابر والناس دي، مشي كل الناس اللي مش عايزه نادي الزمالك مشيهم. لكن عندك اعمده، عندك فتوح، عندك زيزو زي يجيب لك مبلغ كبير في العشرة بما فوق بيعه، فتوح زي يجيب لك مبلغ كبير بيعه. لكن انت حاليا ده اهم حاجه، انك انت ايقاف القيد اترفع، ونادي الزمالك ان شاء الله في دورتي الامارات اللي هتبدا في ابو ظبي بكره ان شاء الله، وطبعا بدوره دبي
احنا ما كنا محتاجين اللعيبه الجديده، لكن عايزين لعيبه تقيله. يعني انا في لعيبه تقيله نفسي تلعب للنادي الزمالك، لعيبه دوليين، لعيبه يصنعوا الفارق، لعيبه ما يخافوش قدام الاهلي، لعيبه يمسكوا الكوره ويلعبوا. وهي دي انا عندي اللي يلعب ماتش الاهلي ده هو ده اللعيب الوحيد اللي اجيبه، اللي يلعب قدام النادي الاهلي مش خايف، اللي يلعب ويرقص ويشوط ويجيب ولا يتهز، لان اللعيب الكبير هو اللي انا اجيبه. لكن لعيب يشوف لعيبه النادي الاهلي، يشوف محمد الشناوي. يعني احنا شفنا محمد الشناوي في منتخب مصر اهو 4 اهداف في مباراتين بالصلاه على النبي، لان اللعيبه ما بتخافش. اللعيبه دي يا جماعه في لعيبه ببلاش، في لعيبه بموزمبيق بتلعب ببلاش، تقدر تجيب في لعيبه بغانا تقدر تجيبها ببلاش. يعني انت عندك فرصه ذهبيه للمجلس الحالي ان احنا نشوف لعيبه محترفين على اعلى مستوى ولاعيبه محليين جامدين. ده اللي نتمنى نشوفه في نادي الزمالك. فطبعا احلى خبر خلاص رفع القيد، نادي الزمالك من حقه يتعاقد مع اللي هو عايزه، ونشوف بقى صفقات واسامي، بس الاهم تكون في معايير للصفقات. وبشكر الاخ او الاستاذ الكابتن اللي انتقدني. انا بالعكس انا مش دون الانتقاد او انا فوق الانتقاد، بالعكس انا زيكم وبتعلم منكم. نطلع اللي يهمنا في الاخر نادي الزمالك، اللي يهمنا في المقام الاخير نادي الزمالك. المهم اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت. السلام عليكم.